فنية وإعلامية وتنظيمية وجماهيرية. وعندما أقول فنية أتحدث عن لاعبين ومدربين وعن نوادي وظروف تجري فيها الدوري الجزائري، وتحكيمية كذلك في مجال التحكيم، لأنه كان فيه كلام كثير في الأيام القليلة الماضية عن التحكيم. نغلق القوس الثاني ونحاول نفتح القوس الثالث، لأنه هذا الوقت قبل بداية المباراة ربما كنت مطالب لأن أتحدث عن مثل هكذا أمور حتى أضع المشاهدين الجزائريين اللي هم في الصورة على كل حال، والمشاهدين العرب في منطقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول ما يدور في شؤون الكرة الجزائرية، والتي لا تزال تتوفر على مستوى المنتخب على جيل رائع جدا. لو كان في ظروف أخرى لكنا تأهلنا المرة الثالثة إلى المونديال، وكنا أيضا حققنا نتائج أفضل من التي حققناها. جيل متميز مبدع، جيل رائع يلعب في أفضل النوادي. الكل يحسد الجزائر على هؤلاء اللاعبين الذين نملكهم مهما قلنا عنهم، ولكن وصل بنا التشكيك إلى درجة التشكيك في لاعب من حجم رياض محرز. نقول عنه بأنه لاعبا عاديا، ولا نشجعه ولا ندفع به لقيادة المنتخب الذي يقوده اليوم بإشارة القائد في محاولة من جمال بلماضي لاستعادة وإعادة الثقة لرياض محرز ولرفقائه. طبعا سنستمع كالمعتاد للنشيدين الوطنيين البنيني ثم الجزائر. ركنية أخرى هي الثالثة للمنتخب الجزائري. رياض محرز دائما في تنفيذها يرفعها في القائمة الثانية بعيدة تماما من هنالك. بالراس جول، بالراس جول. رامي بن سبعين يهز الشباك ويفك العقدة ويسجل الهدف الأول عند الدقيقة 20. يا سلام عليك يا رامي، جاء من بعيد، الكرة وقعت أمامه حطها في الشباك، جول. هذا هو الهدف المنتظر والمرتقب الذي سيفك شفرة هذه المباراة. نعم يا رامي في المكان المناسب، يسجل هدفه الثاني مع منتخب بلاده. هدف مقابل 0 بعد 20 دقيقة لعب. يهتز ملعب مصطفى شاكر رغم الصعوبة التي وجدها المنتخب في بناء لعبه. الركنية من رياض في القائمة الثاني، رجعت الكرة بالرأس من هنالك من بنزية حتى براعة. بغداد كان هنالك ورامي جاء من هنا وسجل الجول. هدف مقابل 0 للمنتخب الجزائري أمام بنين. يا بغداد ضغطك على الحارس صنع الفارق. بنزية أو طيدير عفوا ضاعت منه الكرة. بنينية الانطلاقة 3 صاروا 4. وصلت على الجهة اليمنى ناحية جيجلا، ولكن التغطية الدفاعية كانت رائعة. باتجاه ايمورو، عرضية على الجهة اليمنى بعيدة باتجاه جيرو. فاتو من حسن الحظ راحت تماس. عمل كبير وكبير جدا ينتظر جمال بلماضي، كبير وكبير. الظروف اللي جاء فيها صعبة كثير. خطأ لياسين ابراهيمي هنا، يقول حكم المباراة. سفير طيدير كرة ممتازة وانطلاقة من بونجا على لا هنا اعتقد لا. تمريرة كانت رائعة من سفير طيدير في اتجاه بغداد. لا تقلق يا بغداد، لا تقلق. المهاجم او المدافع او اللاعب عموما اللي يقلق ما تسمى يتأثر كثير. يضغط بغداد بنجاح من هنالك على الهدف التعديل اذا كملنا بهذا الشكل. كرة وصلت على الجهة اليمنى في اتجاه اللاعب دوسو يحاول يمر يلعبها في العمق. رجعت لسيسينيو، سيسينيو في المراوغة، سيسينيو لدوسو مجددا. دوسو والتوزيع بولحي. جيكلا في الرأسية ومبولحي الكرة لم تكن خطيرة. صفر حكم المباراة.
اول فرصه واول لقطه للمنتخب البنيني عن طريق دوسو في اتجاه دافيد جيغلا براسه. وهنا الخطا المرتكب على يوسف عطال خشن، لعب خشن يستحق عليه البطاقه الصفراء من جيغلا. مازال يبحث عن المنفذ لتوزيع الكره، ولكن لا يسوى بن بولحي سهله بالنسبه له. خلف في وضعيه سانحه بالنسبه اليه، صعبه للحارس. يلا يا بغداد حطها في الشباك من حوالي 27 متر. بنجاح الحارس يصد هذه الكرة. ياسين بنزية يخطفها، ما زال عنده الكرة. ياسين يلحق عليه، ياسين الآخر تلعب مع بنجاح. ابراهيم يطلبها، بنجاح يدخل التوزيع من بنجاح لرياض. اولالا يراقبها بروعة، ما زال رياض يعطيها جول والهدف. الحارس اولالا مراقبة الكرة من رياض محرز على أرضية مثل هذه وأمام مدافع كانت من أروع ما يكون. مراوغة مزدوجة ثم التمرير. بنجاح الحقها مجددا. نشوف اللعبة هنا من ياسين بنزية لإبراهيمي لبنجاح في المراوغة الرائعة في القائمة الثانية. شوف مراقبة الكرة من رياض، شوف قال لها توقفت، راوغ ومرر كرة الحارس صدها وبغداد كان يلحق. ثم سفير طايدير كان في المكان المناسب، كاد يسجل صغير في السن. هذه فقط رابع مباراة له مع منتخب بلاده. أول تغيير في تشكيلة المنتخب البنيني، ومرة أخرى يصفر الخطأ على بنجاح. يراقب له في أي خلل يصفر ضده خطأ. شوف اللعبة من زاوية أخرى كانت بشكل رائع هنا، وبنجاح في المراوغة الرائعة كذلك. طبعا صعب جدا ان نلوم اللاعبين كافضل توازنها. المجموعه تاثرت والمجموعه وجدت صعوبات كبيره. اولا لا وما زال يا لا من كره ويا لا من فرصه ويا له من صد من محمد فارس في وقت كنت اتحدث عن اختلال توازن مجموعه وتاثر معنوي ونفسي لمجموعه وليس للاعبين. فصعب جدا انك تطلب من رياض محرز او ياسين ابراهيمي ان يكون في المستوى كلاعب او يلعب مثل ما يلعب في اوروبا فنيه واعلاميه وطموحات ببرشلونه. اللي يحبوا يقارنوا لاعب في المنتخب وفي النادي، لو نشوف ليو ميسي في السنوات العشره التي مضت، ميسي تاع برشلونه مختلف عن ميسي الارجنتين. لهم من الناحية الثانية يوسف عطال كاد يفعلها على الجهة اليمنى، ثم في خطأ من محمد فارس. قلت ضربنا المنتخب بأسلحة دمار شامل يعني، والفترة طولت. رائعة جدا من يوسف عطال من هنالك على الجهة اليمنى. طبعا ما كانش عنده حلول أخرى إلا توزيع. ابراهيمي يخطفها وانطلق، هايلة منه ياسين وراح مع ياسين بنزية. ابراهيمي يوصلها لرياض من هنالك على الجهة اليسرى. رياض خلصها، رياض وبنجاح والدفاع يخرج الكرة هذه، ثم بنجاح مجددا. رجعت لأموره التوزيع في القائمة الثاني. فارس يخليها تروح ضربة مرمى. معاناة للمنتخب الجزائري في هذا الشوط الثاني من اللقاء. طبعا الفرص كانت بنينية، نعم كانت لنا فرصتين، ولكن حتى لمنتخب البنين كانت له فرصتين. شوف كيف يحط رجله مهما كان المنافس. نعم اللاعب لازم يكون. ياسين ابراهيمي يلعب مع سفيان فغولي، ليس هناك وضع تسلل. بغداد راح دخل، بغداد يواصل وبغداد وجول. جاء المنقذ من بغداد الى البليده وسجل جول. هدف ثاني من بغداد بونجاح، انفرد لاول مره، انطلق، خرج وجها لوجه مع سجل ببراعه امام حراس المرمى في المساحات الضيقه. يعرف ماذا يفعل بغداد بونجاح ويصنع الفارق. نعم انقذتنا يا بغداد بونجاح من ورطه ومن ظروف صعبه ومن وضعيه صعبه، وسجلت الهدف الثاني للمنتخب الجزائري بعد هذه الانفراده وهذا الانطلاق. بغداد بونجاح يسجل هدفه السادس
في 17 مباراة امام الحارس، حطها في الزاوية اليسرى ببراعة برجله اليمنى. يا بغداد، كما انت رائع امام حراس المرمى. يا ابو نجاح، مش عارف كيف الحكم لم يصفر عليك هنا خطأ او وضعية تسلل، والله مش عارف. يا هدفان مقابل 0 صارت النتيجة للمنتخب الجزائري. هذا هو الهدف